تتقبل بقى ولا لا، انت عامل ازاي في الانترفيو. فلو انت مش فاهم ارمي شهادتك دي كلها في الزباله بالله واشرب ميتها ان شاء الله لو بنص مليون جنيه. الناس مش فاهمه ده للاسف. هي الفكره كلها الشهاده ما هي الا وسيله ان انت تخش الانترفيو، عشان الناس في الاخر بتيجي تبص ايه الشهادات المعتمده ويفضل يستعبدها. يا ابني ما هو انت بالنسبه لك الشهاده دي بتاهلك بس ان انت تخش الانترفيو، عشان انت تعرف الشخص اللي انت داخل معاه الانترفيو ان انت مش داخل تضيع وقته. انا واحد من المجال، انا واحد خدت سيرتيفيكت في المجال، انا هنا انا معاكم. الناس فاكره اللي هو ايه انا هاخد الشهاده المعتمده البوم طخ عشان اروح اشتغل. والله ما تشتغل. لو انت في الاخر طلعت المحاضرات انت ما استفدتش منها مش هشتغل. فانا مش حاطط الكورس بالترتيب ده من فراغ، انا حاطط لك اللي من الاخر هتخلصه من هنا هتنزل تشتغل في اي مكان على طول، مش محتاج تعمل حاجه تانية خلاص. ممكن تفضل تقول هاخد الكورس ده وهاخد الكورس ده وهاخد الكورس ده وفي الاخر بعد 3 4 5 كورسات تاخدهم مش عارف اعمل برنامج برضه تمرين، مش عارف ان انا اشوفه هو صح ولا لا، مش عارف احلل المفاصل. لما انا شفت الكلام ده ان الناس تايهه جامد، كنت بعمل انترفيوز لناس اقسم بالله بيجي لي واخد لي 5 شهادات انترناشونال، اساله في حاجات بيزكس اناتومي، بيزكس كينيسيولوجي، بيزكس الفرق ما بين تمرينه والتانيه، بيزكس انا ليه هنا هو بحس ان التحميل اكتر. والله ما بيعرف يرد، واخد شهادات ب 100,000 جنيه. يا ابني لازمتهم ايه؟ انت معلقهم على الحيطه. مش فارق لي، مش هعينك برضه.